ما نخافوش، احنا لازم ما نبقوش. اذا كنت تحب تعلن عركه مع الدساتره تفضل انا جاهزه، سل تحب تحطني في الحبس ما كل نهار قلت لك راني جاهزه ومن غير حتى نسحق فريجه، عادي جدا. شو اللي تحب؟ قال شنو انت توا القانون ولا احد فوق القانون والحصانه، انت نحيت حصانه للناس وخليتها لروحك، انت قاعد تقزم في العبيد وتستعمل في السلطه ضدهم وانت تستعمل في نفوذك وانت تخلق في القانون. خاطر اذا انت محتكر بكل المؤسسات وخايف مني انا العبد الضعيف اللي انت نحيت لي كل ما يمكن انه يحميني قانونا ضد الاخوانجيه، انا الحصانه عمري ما استعملتها وما حاجيش نستعملها، اما كي نستعملها ضد الاخوانجيه داخل مجلس النواب لاني حقي باش نجم نمارس المعارضه. اذا هذا اللي صاير يا تلامذه. رسالتي للجهات لهيكلنا المناضلين مناضلاتنا، واصلوا العمل، اعملوا مجهودكم باش تكونوا حاضرين بالامكانيات اللي عندكم. راهو حتى حد ما نجم يعايرنا بحاجه، لانه حتى حد ما جا عاوننا، حتى حد ما جا وقف معانا، وحتى حد ما مد يده لينا. الناس كلها تتفرج فينا بعين الشامل وكانه انقاذ البلاد كي يصير عن طريق الدستوري الحر يولي مذله، عاد نمشيو للغنوشي ونخليو الغنوشي خير ولا نترميو في احضان رئيس السلطه القائمه اللي صفر خبره سياسه وصفر خبره اقتصاد وصفر خبره اداره الدوله. المهم الدستوري الحر ليه. وهاكم ريت المنهج هذايا وين وصل. ما تخافوش يا مناضلين ويا مناضلات، احنا قلنا اللي يخاف يشد داره وما ينجمش يكون موجود داخل الحزب الدستوري الحر، لانه من نهار الاول احنا قلنا رانا فداء للوطن، متنا ماناش اغلى من زعماء الحركه الوطنيه اللي تم اغتيالهم والا قتلهم والا ضربهم بالكرتوش. كان قطعوا لنا ارزاقنا، الرزق عند ربي، كان عملوا فينا اللي يعملوا، احنا واهبين روحنا للبلاد هذيا وما حسناش بالسلطه، وكانت السلطه على قارعه الطريق، وكان حبيت انا نكومبوزي ونعمل راني انا ماخذتها السلطه، اما لا، احنا ما نحبوش السلطه على حساب الوطن. ما تخافوش، انا حقي ما سلمش فيه، حق الدساتره ما سلمش فيه، وحق تونس ما سلمش فيه. تونس ما نخليها لكمش لا استفتاءات الكترونيه ولا حوارات عرجاء ولا تفكيك الدوله ولا بناء قاعدي، هذه خذوها من عندي. مين تحبوا نوصلوا، تحبوا حرب كما قلت لكم معايا مباشر، انا بالقانون نحاربكم، بالكلمه نحاربكم، بالتنوير نحاربكم. احنا قاده ثورة التنوير ونتشرف بذلك. انتم قاعدين تقودوا في معركة ضد الوطن، تسبلوا في الناس وتضحكوا على عواطف العباد وتستغلوا الصمت نتاع كثير من الاصناف من النخب اللي يا ما تسكت يا اما ساقها بساق يا اما هي بيدا ما يشامها برشا حاجات، وتستغلوا المواطن الضعيف اللي تمنيوا فيه وتقولوا له داو نعملوا لك ونعملوا لك، وكي العاده كيما خدموا به في 2011 وفي 2014 وفي 2019 وتوا تحبوا تكملوا تخدموا به. نحن هنا أشكال النضال متعددة، ما نقفوش وما يقعش استنزافنا، وعندنا قوة باش نواصلوا، وعندنا قوة باش نجيبوا، وعندنا قوة باش نكملوا المشوار حتى تنتصر تونس. سلامي لكم الكل في الجهاد، ما تخفوش في خاطركم، مرحلة جديدة من النضال نخوضها بكل شجاعة. الناس كل تعرف تونس معانا، وتونس ستبقى دستورية، بورقيبية، مدنية، الاخوانجيه ولا بناءات قاعديه واضحه.